إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء، والذي سنقرأ فيه رسالة مختصرة طيبة نافعة للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، بعنوان زاد الداعية إلى الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا المشرفين على دار الحديث سبل السلام بمدينة الخنيفرة بالمملكة المغربية بكل خير، وأن يسددهم وأن يعينهم على ما هم عليه من ثغر في الدعوة للإسلام والسنة. فبإذن الله جل وعلا نقرأ هذه الرسالة مع بعض التعليقات عند بعض المواضع، وإلا فإن كلام علمائنا الكبار كلام واضح بين مدلل عليه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، فجزاهم الله عنا خيرا. إذن يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعد خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه باطنا وظاهرا، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، فأيها الإخوة، إنه ليسرني أن ألتقي بإخواني المسلمين هنا، ويقصد جامعة الملك عبد العزيز بجدة حيث ألقى هذه المحاضرة، وفي أي مكان آخر يرجى منه الخير ونشر هذا الدين، لأن الله تعالى أخذ على كل من أعطاه علما، أخذ عليه ميثاقا بما أعطاه من العلم أن يبينه للناس ولا يكتمه، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالله جل وعلا قد أخذ الميثاق على العلماء بأن ينشروا هذا العلم ويبينوه للناس، ويبين لهم الحق من الباطل، وينذرونهم شر ما يعلمونه لهم. يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح، ولا يكتموا شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وهذا الميثاق الذي أخذه الله ليس وثيقة تكتب ويشاهدها الناس، ولكنها وثيقة تعلم بما أعطى الله صاحبها من العلم،
فإذا أعطاه الله العلم فإن هذه هي الوثيقة التي واثق الله بها هذا الرجل أو هذه المرأة التي أعطاها الله علما. فعلى كل من عنده علم أن يبلغ ما علمه من شريعة الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي مناسبة. ولا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله: بلغوا عني ولو آية. فكل من أعطاه الله جل وعلا علما عليه أن يسعى لتبليغه وبيانه بقدر حاله من العلم، وأن يستغل كل مكان وكل مناسبة كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. هذا يدل على حرص طالب العلم وحرص العالم على هداية الخلق، وأنه يحمل في قلبه رحمة وشفقة ويريد الهداية للناس أجمعين. ثم قال: أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا هذه زاد الداعية إلى الله عز وجل. هذا هو الموضوع، زاد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم العبادات وأجل القربات، لها فضائل ومنافع وثمرات عديدة عميمة في الدنيا والآخرة على الفرد وعلى المجتمع. فمن فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنها أولا وظيفة الأنبياء والرسل، وكفى بهذا فضلا. فالمشتغل بالدعوة يشتغل بوظيفة الأنبياء والرسل في تبليغ الحق للناس. قال تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا من فضائل الدعوة إلى الله أن المشتغل بها يرفع الإثم عن أمته. المشتغل بالدعوة يرفع الإثم عن الأمة، لأن الأصل في الدعوة إلى الله جل وعلا أنها فرض على الكفاية. من قام بها أسقط الإثم عن عموم الأمة. قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل إن في بعض الأحوال قد تكون الدعوة فرض عين على كل مسلم بقدر ما عنده من العلم، كما قال الإمام عبد العزيز بن باز في محاضرة له في بيان فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه في الوقت والمكان الذي ينتشر فيه الباطل ويطغى على الحق فواجب على كل من أعطاه الله جل وعلا علما أن يسعى لتبليغه، فتكون الدعوة حينئذ فرض عين على كل من آتاه الله جل وعلا علما. والعلامة ابن عثيمين نفسه رحمه الله تعالى قد مثل لذلك بالرجل في ساحة الحرب، حيث التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى من رأى المنكرات تستشري في الناس ويظهر فيهم الشرك والبدع وقلة الدعاة للحق، فحينئذ قد تكون الدعوة فرض عين، فيأثم من عنده علم ولا يبلغه للناس ولا ينصح للناس. ثالثا من فضائل الدعوة إلى الله أنها أحسن الكلام، أفضل الكلام وأحسن الكلام هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن في الدعوة إلى الله جل وعلا بيان لأسماء الله وصفاته وحقوقه تبارك وتعالى. قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال عند هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، هذا خليفة الله. فالدعوة الله جل وعلا من أفضل الكلام وأحسن الكلام هو أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا من فضائل الدعوة إلى الله أنها سبب للدخول في رحمة الله الواسعة، كما قال سبحانه وتعالى:
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الدعوة إلى الله من أعظم أسباب النصر والعزة على أعداء الدين وتمكين أهل الإيمان في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الدعوة إلى الله تدفع العذاب عن العباد، كما قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم أسباب دفع العذاب عن عباد الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله مطلب مهم لمن أراد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة، كما قال تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال رحمه الله: فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، فأما الذين كانوا ينهون عن المنكر فنجاهم الله سبحانه وتعالى، وأما الظالمون من بني إسرائيل الذين تحايلوا على الصيد يوم السبت فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال: وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. ولهذا اختلف العلماء والمفسرون في أحوال هؤلاء الساكتين، هل عمهم العذاب مع المعذبين والظالمين أم أنهم نجوا مع الناجين؟ وابن عباس رضي الله عنهما رجح أنهم نجوا أيضا، لأنهم أنكروا في قلوبهم ولم يرضوا بصنيع هؤلاء الظالمين، لكنهم لم ينكروا بألسنتهم، فلهذا نجاهم الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة، من فضائل الدعوة إلى الله جل وعلا أنها من أعظم أسباب الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الله سبب بقاء الخيرية في هذه الأمة، لقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدعوة إلى الله من أسباب نيل عظيم الأجور وتكثير الحسنات، كما قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه. فأكثر الناس أجورا العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فكل من اهتدى بسبب دعوتك فهو في ميزان حسناتك، وهذا فضل عظيم يناله الداعي إلى الله جل في علاه. وهناك فضائل أخرى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي دعوة لتوحيد الخالق ومعرفته بأسمائه وصفاته، دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وحفظ الحقوق بإعطاء كل ذي حق حقه، فبذلك يتحقق الأمن ويستتب الاستقرار بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، وتضمحل كل الأخلاق السافلة والظواهر السيئة في المجتمع. فلهذا أيها الإخوة هذه الرسالة وأمثالها مهمة جدا للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن يحرصوا على معرفة شروطها وآدابها وضوابطها حتى يتحقق
المقصود منها. والعلم بفضيلة الشيء والعلم بثمرات الشيء وفوائده مما يحفز الهمم، لأن كثيرا من الناس يغفلون عن فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقصرون في دعوة الناس لدين رب العالمين جل في علاه، لأنهم غافلون عن فضائل الدعوة وعن ثمرات الدعوة. وإن لم يقم السلفيون بهذا الواجب، وهو بيان الحق للخلق وبيان التوحيد والتحذير من الشرك وبيان السنن والتحذير من البدع والمبتدعة، فمن يقوم مقامهم؟ إذن فهذه الطور، طور الحديث وغيرها من الأماكن التي يجتمع فيها الإخوة السلفيون على كتاب الله وعلى سنة رسوله، عليهم أن يجدوا ويجتهدوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحرصوا على تبليغ الحق للخلق، وأن يحرصوا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل بحسب جهده، كل بحسب طاقته. وكما سيأتي لا يفهم من هذا الدعوة بجهل أو بلا حكمة، كلا، بل هناك ضوابط وهناك أصول ينبغي مراعاتها. لكن على كل فرد من السلفيين واجب عليه أن يقوم به وأن يسعى لرفع همته في هذا الباب، وهو أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا. فمن الناس من يدعو بلسانه، منهم من يدعو بمقاله، منهم من يدعو بماله، منهم من يدعو بجاهه. فالناس في هذا مراتب، لكن ينبغي أن يكون لك دور في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن لا تتواكل على غيرك. يقول: أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا هذه زاد الداعية إلى الله عز وجل، والزاد لكل مسلم هو ما بينه الله عز وجل في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فزاد كل مسلم هي تقوى الله عز وجل، التي كرر الله تعالى ذكرها في القرآن أمرا وثناء على من قام بها وبيانا لثوابه. وما أكثر الأدلة في كتاب الله جل وعلا والآيات القرآنية التي جاء فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، أو الثناء على المتقين وبيان ثوابهم وأجورهم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وتكرر في كتاب الله جل وعلا في 3 آيات: إن الله يحب المتقين، تكررت 3 مرات. وأيضا تكرر 3 مرات قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا أحبك الله جل وعلا وكنت من المتقين وكان معك، فإنها المعية الخاصة التي تقتضي التأييد والنصرة والتوفيق والتسديد. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه، فهو زاد التقوى، الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يقول ابن عثيمين رحمه الله: هي تقوى الله عز وجل التي كرر الله تعالى ذكرها في القرآن أمرا وثناء على من قام بها وبيانا لثوابه، وغير ذلك من أساليب الكلام. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها الإخوة الكرام، ربما تقولون: ما هي التقوى؟ فالجواب: ما أثر عن طلق بن حبيب رحمه الله، حيث قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. طلق بن حبيب رحمه الله لما كانت فتنة بن الأشعث قال: اتقوها بالتقوى، أو قال: أطفئوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. فقال هذه العبارة:
العظيمة. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عند ترجمته لطلق بن حبيب هذا، ولما ذكر مقولته في بيان معنى التقوى قال: أبدع وأوجز. أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. وهذا ما ذكره أيضا بمعناه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال: فجمع في هذه العبارات بين العلم والعمل واحتساب الثواب والخوف من العقاب، فهذه هي التقوى. إذن جمع لك بين العلم والعمل والإخلاص والاتباع. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله: وإننا نعلم جميعا أن الداعية إلى الله عز وجل أولى الناس أن يتحلى بهذا الخلق بتقوى الله في السر والعلن. فالداعي إلى الله جل وعلا عليه أن يكون أول الناس عاملا بعلمه، وأن يكون متخلقا بالأخلاق النبوية والآداب الشرعية، لأن الناس ينظرون إلى أفعاله وأحواله قبل أن ينظروا إلى أقواله. فلا بد يا الإخوة من أن نسعى للعمل بالعلم. قد جاءت الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى محذرة من ترك العمل بالعلم، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تبارك وتعالى: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي قوله جل وعلا من وصية مؤمن آل ياسين أنه جاء لقومه يسعى فقال لهم: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقول العلماء في هذه الوصية العظيمة بيان لأعظم أسباب قبول الناس للدعوة. فأول الأسباب أن الداعي إلى الله جل وعلا عليه أن يكون مخلصا صادقا في دعوته، لا يبتغي من الناس جزاء ولا شكورا، لا يرغب في ثناء ولا مدح، ولا يريد أن يعلو على الناس في الأرض. ولهذا قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، فهم مخلصون وهم مهتدون، أي في أنفسهم مخلصون لله جل وعلا وهم مهتدون في أنفسهم يعملون بعلمهم. فهؤلاء أولى الناس بالسماع وأولى الناس بالاتباع وقبول الدعوة. وهذا ما أمر الله به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فقال جل وعلا ليحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، واعمل بما في هذا الكتاب من الأوامر وانتهي عما فيه من الزواجر والنواهي. وقال سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها. إذن فأولى الناس بالعمل وأولى الناس بأن يتقوا الله جل وعلا هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وكما قال بعض الشعراء: وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل. فأولى الناس بالعمل هم الدعاة إلى الله جل وعلا، فعليهم أن يتحلوا بهذه الأخلاق الفاضلة حتى تقبل دعوتهم، ولا يرى الناس انفصاما وبعدا بين القول وبين الفعل. يقول ابن عثيمين رحمه الله: وإنني ذاكر بمعونة الله عز وجل في هذا المقام ما يتعلق بالداعية وما ينبغي أن يتزود به. الزاد الأول أن يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه، على علم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل علم يتلقى من سواهما فإنه يجب أن يعرض عليهما أولا، وبعد عرضه فإما أن يكون موافقا أو مخالفا، فإن كان موافقا قبل، وإن كان مخالفا وجب رده على قائله كائنا من كان.
بل حتى ولو كان هذا الكلام من شرع من قبلنا فلا بد أن يعرض على شريعتنا، فإن كان مقبولا في شريعتنا قبل لمجيء شريعتنا بإقراره، وإن كان مردودا في شريعتنا فإننا نرده، لأن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع. قال رحمه الله: فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في قول أبي بكر وعمر الذي يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بقول من دونهما في العلم والتقوى والصحبة والخلافة؟ يعني أن قوله أولى بالرد إذا خالف ما في الكتاب والسنة. إن رد قوله إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولقد قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لأن المخالفة قد تبدأ صغيرة، والبدعة قد تبدأ صغيرة لكنها تنمو وتكبر، فلربما خرج صاحبها من الإسلام. ولهذا قال بعض العلماء: المعصية بريد الكفر، وقالوا البدعة بريد الكفر، لأنها تتدرج بالعبد ويستهويه الشيطان ويتبع خطواته إلى أن يخرجه من دائرة الإيمان والتوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: وإن أول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم مستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المقبولة. وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل، والدعوة على الجهل ضررها أكبر من نفعها، لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشدا، فإذا كان جاهلا فإنه بذلك يكون ضالا مضلا والعياذ بالله، يكون ضالا في نفسه ومضلا لغيره، كما في الحديث المتفق عليه: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يعني ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وهؤلاء على شفا هلكة، ووعيدهم عند الله سبحانه وتعالى شديد، لأنهم يهلكون أنفسهم بما يحملونه من أوزار هؤلاء الذين أضلوهم بغير علم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ولا تخفى عليكم قصة قاتل 99 نفسا فحدثته نفسه بالتوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب متعبد وزاهد لكنه يفتقر للعلم الشرعي، فلما سأله هل له من توبة قال له لا توبة لك، أفتاه بجهل، فكانت نتيجة دعوته بغير علم أن قتل نفسه، بحيث تجرأ عليه هذا القاتل وقتله أيضا وأكمل به 100. إذن الدعوة على جهل تهلك صاحبها قبل أن تهلك غيره من المدعوين. يقول: والجهل ويكون جهل هذا جهلا مركبا، يعني الذي يدعو بالجهل يكون جهله هذا جهلا مركبا، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط، لأن الجاهل المركب يجهل أنه يجهل، ويجهل أن عليه أن يتعلم قبل أن يدعو، ولهذا يتجرأ على الفتوى ويتجرأ على الكلام في دين الله سبحانه وتعالى بغير هدى من الله ولا يبالي، لأن جهله مركب. أما الجاهل البسيط فإنه يسكت، الجاهل البسيط يسكت لأنه لا يدري ويعلم أنه لا يدري، فبالتالي يسكت ولا يتكلم. أما الجاهل المركب فإنه لا يسكت، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يقول: فالجهل البسيط يمسك صاحبه ولا يتكلم، ويمكن رفعه بالتعلم، ولكن المشكلة كل المشكلة في حال الجاهل المركب
إن هذا الجاهل المركب لن يسكت، بل سيتكلم ولو عن جهل، وحينئذ يكون مدمرا أكثر مما يكون منورا، لأنه سيدعو للبدع والضلالات والشركيات، كحال المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هكذا الدعاة على جهل ممن عنده جهل مركب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله على غير علم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله على هدى من الله، بوحي من الله، وهكذا أتباعه من الصحابة الكرام تعلموا ودعوا إلى هذا العلم الصحيح الناصع، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. قال: استمعوا إلى قول الله تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها أصول عظيمة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي قوله جل في علاه: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، هذا وضوح وإعلان وبيان لهذا السبيل. وهذه الإضافة كما يقول أهل العلم: هذه سبيلي إضافة تشريف وتعليم، إضافة تشريف وبيان وتعليم. فيكفيك فخرا أيها الداعية إلى الله أنك على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى سبيله. قل هذه سبيلي، فهذا شرف عظيم أنك على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا سبيل رسول الله في الدعوة بين واضح في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام. ووسائل الدعوة توقيفية على الصحيح كما بين ذلك أهل العلم. واقرأوا إن شئتم كتاب عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى الحجج القوية في أن وسائل الدعوة توقيفية، يعني مبناها على الكتاب والسنة، ليست مسرحا للرأي والاجتهاد. فبعضهم يدعو بالتمثيليات، وبعضهم يدعو بالمسرحيات، وبعضهم يدعو بالأناشيد وغير ذلك، فهذه ليست وسائل للدعوة. إذن قوله جل في علاه: قل هذه سبيلي، أن هذا السبيل واضح بين وصدع بالحق، ليس في دعوة السنة ودعوة الإسلام والسنة غموض ولا غمغمة، بل هي دعوة واضحة بينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هنا شرط عظيم من شروط قبول الدعوة ونجاحها، وهو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد قال عند هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا فإنما يدعو لنفسه، يدعو إلى نفسه، يدعو إلى رفعة نفسه ليخضع له الناس ويذلوا له أو يخدموه ونحو ذلك من الإرادات والمقاصد السيئة. فالدعوة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله الكريم، تبتغي بها الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهنا أيضا شرط عظيم من شروط الدعوة، وأن تكون هذه الدعوة مبنية على العلم، بل أعلى درجات العلم اليقين التام الراسخ، لأن البصيرة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هي أعلى درجات العلم واليقين. وفي هذه البصيرة تكون نسبة المعلوم إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذا لا يحصل إلا بالعلم التام من الكتاب والسنة. فلا بد أن تكون هذه الدعوة مبنية على علم راسخ. أدعو إلى الله على بصيرة، قال أنا ومن اتبعني. وفي هذا إرشاد إلى أن هذا الدين وهذه الدعوة مبناها على الاتباع وليس مبناها على الابتداع. فلا بد أن تكون متبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في معاملته، كذلك في دعوته، وأن تتخذ منهج النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لك في الدعوة إلى الله
تبارك وتعالى. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا فيه بيان مقصد الدعوة الأعظم ومبناها الأكبر، وأن عليها أن تكون قائمة على التوحيد وعلى تنزيه الخالق سبحانه وتعالى من كل النقائص ببيان كمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا دعوت للعقيدة الصحيحة، إذا دعوت للمنهج السليم، إذا دعوت إلى العبادات والقربات التي تتقرب بها إلى الله، إذا دعوت إلى الأخلاق والمعاملات الحسنة، كل ذلك داخل في مسمى التوحيد، وهو توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، أي توحيد الخالق بأفعاله التي تختص به سبحانه وتعالى. إذن يقول ابن عثيمين رحمه الله: فقال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أن من اتبعه صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يدعو إلى الله على بصيرة لا على جهل. وهذه الآية الكريمة يا الإخوة لها وجهان عند العلماء والقراء، فمنهم من يقف عند قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومنهم من يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسواء على هذا الوقف أو هذا فكلاهما يدل على وجوب الدعوة بعلم. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أي أنا وأتباعي على بصيرة، أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع بأدعو، يعني الفاعل الضمير، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة، فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة هم من كان داعيا إلى الله على بصيرة، أما من كان يدعو لبدع أو يدعو لهوى أو يدعو لجهالات فهو إن انتسب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أتباعه من باب الانتساب والدعوة لا على الحقيقة والموافقة. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله: وتأمل أيها الداعية لله قول الله تعالى على بصيرة، أي على بصيرة في ثلاثة أمور. الأول على بصيرة فيما يدعو إليه، بأن يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم، فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم. فالعلم قبل القول والعمل. وفي الدعوة إلى الله العلم آكد، لا بد وأن تكون دعوتك قائمة على العلم الصحيح المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على وفق فهم سلف الأمة. وأما الدعوة بجهل فهذا كما سبق ضررها على الداعي قبل المدعو، نسأل الله السلامة والعافية. قد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون. من دعا إلى الله على جهل وأضل الخلق بدعوته فحرم عليهم ما أحله الله أو أحل لهم ما حرمه الله عليهم، فإن هذا والعياذ بالله افترى على الله كذبا، ومن افترى على الله كذبا فإنه لا يفلح، نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل العلماء القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، بل حتى أكبر من الشرك بالله، لأن الشرك بالله وغيره من المعاصي والموبقات كلها تدخل في القول على الله بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية. البصيرة الثانية قال: الثاني على بصيرة في حال الدعوة،
ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب ليعرف حالهم ويستعد لهم. أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندهم علم مشوب بشبهات وأهواء، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام حال المدعوين حتى يستعد لمناظرتهم ومجادلتهم بالعلم والحجة والبرهان. قال: ليعرف حالهم ويستعد لهم، فلا بد أن تعلم حال هذا المدعو، ما مستواه العلمي وما مستواه الجدلي، حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله. لأنك إذا دخلت مع مثل هذا في جدال وكان عليك لقوة جدله صار في هذا نكبة عظيمة على الحق وأنت سببها. وهذا كلام عظيم خطير من ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا تجرأ أحد على دعوة رجل وهو لا يعرف حاله ولعل عنده علما مشوبا ببدع وعنده قوة جدل وإفحام لمخالفه وإن كان على باطل، فقد يفحم صاحب الحق لأنه لا يدري كيف يجيب عن شبهاته ولا عن إراداته، فينهزم الحق بسبب هزيمته. إذن أيها الإخوة، لا بد من معرفة حال المدعو قبل أن تهجم عليه، ولا يكفي في هذا العاطفة والحماسة الزائدة، بل لا بد أن تعلم حقيقة هذا المدعو قبل أن تواجهه بدعوة أو ببيان أو بجدال أو بنقاش. وإذا عرفت من حالك وحاله أنك لا تستطيع أن تفحمه ولا أن تقيم عليه الحجة، فاطلب ذلك من غيرك ممن يقدر عليه ولا تتجرأ عليه، لأن هزيمتك هي هزيمة للحق، فإنك على ثغر من ثغور الإسلام، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. ولهذا قال ابن عثيمين رحمه الله: صار في هذا نكبة عظيمة على الحق وأنت سببها. ولا تظن أن صاحب الباطل يخفق بكل حال أي ينهزم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله به، فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: قد يأتي مبطل لكنه يحسن الكلام ويلحن بحجته، فيقضي له النبي عليه الصلاة والسلام بنحو ما سمع. فقال في تتمة هذا الحديث: فمن قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. ولهذا قال أهل العلم: إن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا في حقيقة الأمر. فلو حكم لك القاضي لأنك استطعت أن تقيم الحجة على دعواك وصاحب الحق لم يستطع ذلك وحكم لك القاضي بحسب ما رآه من القرائن والأدلة، فإياك أن تأخذ حق أخيك وأنت تعلم في قرارة نفسك أن هذا الحق ليس لك. الشاهد من هذا الحديث أن صاحب الباطل قد يكون قادرا على إظهار حجته فيفحم مخاصمه وإن كان على الحق. يقول: فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلا قد يكون ألحن بحجته من آخر فيقضى بحسب ما تكلم بهذا المخاصم، فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو. فهذا الرجل قد يكون صاحب لسان وصاحب بيان وصاحب حجة في كثرة الكلام والقيل والقال، فيفحم هذا المجادل له وإن كان صاحب حق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان وإن من البيان لسحرا. إذا كان منافقا وعليم اللسان فإنه قد يقلب الحقائق فيظهر لك الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. إذا لا بد وأن تتسلح بالعلم وأن تعرف حال المدعو قبل أن تتكلم معه. الثالث: على بصيرة في كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبعض الناس قد يجد المنكر فيهجم عليه
ولا يفكر في العواقب الناتجة عن ذلك، لا بالنسبة له وحده ولكن بالنسبة له ولنظرائه من الدعاة إلى الحق. وهذه ينبغي يعني التأكيد عليها، فهي مهمة جدا، لأن هذا الدين ليس حكرا عليك، وهذه الدعوة ليست ملكا لك تفعل فيها ما شئت. هذه الدعوة هي دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا لم تفكر في العواقب فإنك ستضر بنفسك وتضر بالدعوة وستضر بإخوانك الدعاة جميعا، يتأثرون بسوء تصرفك وبتسرعك وبعجلتك وعدم تريثك، فيتضرر الجميع. ولهذا كان من الخطورة بمكان أن يتولى الدعوة من ليس أهلا لها، من ليس أهلا لها عليه أن ينسحب، ولا يحتاج أن يقول له إخوانه اترك هذا الباب، هو في قرارة نفسه يعلم أنه ليس أهلا لهذا، فلا يتقدم إلى هذه الدعوة، فقد يضر بها ضررا عظيما ويسبب فرقة وشتاتا واختلافا بين إخوانه المسلمين. يقول: لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن ينظر إلى النتائج ويقيس. قد يكون في تلك الساعة ما يطفي لهيب غيرته فيما صنع، لكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره في المستقبل، قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد. لهذا أحث إخواني الدعاة على استعمال الحكمة والتأني، والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة حميدة بمشيئة الله تعالى. إذا لابد يا الإخوة من الصبر ومن ترك العجلة والطيش وترك الاستعجال، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وتأملوا الإخوة في حال الأنبياء والرسل في دعوتهم لصناديد الكفار، بل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، لما أرسل الله جل وعلا إليه موسى وهارون ماذا قال لهما؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا حاله طغيان وتجبر، إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمقام الدعوة ليس هو مقام الجهاد في سبيل الله، مقام الدعوة مقام آخر، مع أن هذا طاغية وادعى الربوبية وكان سفاكا للدماء ويدعو الناس لعبادته. مع هذا كله يقول ربنا سبحانه وتعالى لموسى وهارون قول له قولا لينا. وقال أيضا سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. انظروا إلى هذا الطرح برحمة وشفقة لهذا المدعو، عسى أن يستجيب ويهديه الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد الإخوة من أن نتعلم الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا بد من التأمل في العواقب والنهي عن المنكر خصوصا. يقول ابن القيم رحمه الله أن له 4 مراتب النهي عن المنكر، فإن الله جل وعلا شرع إنكار المنكر ليحل محله من المعروف ما يحبه الله ورسوله. إذا نهيت عن المنكر وحل مكانه معروف فهذا مشروع، يعني إما وجوبا أو استحبابا على حسب هذا المنكر. وإذا أنكرت المنكر وخف المنكر فهذا أيضا مشروع، إما وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال. وإذا أنكرت المنكر، وهذه المرتبة الثالثة، إذا أنكرت المنكر وحل مكانه منكر آخر، تنكر منكرا لكن يحل مكانه منكر آخر، فقال هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد. والمرتبة الرابعة يقول ابن القيم محرمة بالإجماع، أن تنكر المنكر فيحل مكان هذا المنكر منكر أكبر منه، فهذه محرمة بالإجماع. إذا لا بد من معرفة مراتب المنكر وترقب حال هذا المدعو بعد الإنكار، هل سيستجيب؟ هل سيغير من حاله؟ هل سيضعف شره؟ أم أنه سيشتد على الباطل؟ إذا فلا بد من معرفة هذه الأحوال وهذه المراتب حتى لا تضر بالحق. فالحكمة يا الإخوة هي وضع الشيء
في محله. الحكمة وضع الشيء في محله. ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين لما تحدث عن منزلة الحكمة وذكر بعض تعاريفها، ذكر تعريف مجاهد ومالك، إمام مالك رحمه الله، وقال هذا أحسن ما قيل في الحكمة. قول مالك ومجاهد، قال هذا أحسن ما قيل في الحكمة، هي معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. يقول أحسن ما قيل في الحكمة كلام مجاهد والإمام مالك رحمه الله، هي معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل، ولها 3 أركان. هذا كلام ابن القيم، ولها 3 أركان: العلم والحلم والأناة. العلم والحلم والأناة. قال وآفاتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. الجهل والطيش والعجلة هذا من آفاتها وأضدادها. ثم قال فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. لا يمكن أن يكون حكيما أبدا لأنه تخلفت عنه هذه الأركان وهي أركان الحكمة. يقول وإذا كان هذا أعني تزود الداعية بالعلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو مدلول النصوص الشرعية، فإنه كذلك مدلول العقول الصريحة التي ليس فيها شبهات ولا شهوات. لأنك كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم الطريق الموصل إليه، لا تعلم شريعته؟ كيف يصح أن تكون داعية؟ وهذا استدلال عقلي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تدعو لشيء أنت لا تجهله ولا تعرف حقائقه؟ قد يقول قائل قبل ذلك فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولا ثم يدعو ثانيا، لأنه كما سبق العلم قبل القول والعمل. قد يقول قائل هل قولك هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ فالجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني، إذن فلا بد أن يكون ما نبلغه قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما نريده. يعني لا بد أن يكون لك علم سابق بأن هذا الذي تدعو إليه، هذا الحكم الشرعي، هذه العقيدة وهذه الفضيلة وهذه العبادة والطاعة أنها مستمدة من النصوص الصحيحة من كتاب الله وكذلك من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولسنا عندما نقول إن الداعية محتاج إلى العلم لسنا نقول إنه لا بد أن يبلغ شوطا بعيدا في العلم، ولكننا نقول لا يدعو إلا بما يعلم فقط ولا يتكلم بما لا يعلم. بلغوا عني ولو آية كما قال بعض العلماء فيها تكليف وتشريف وتخفيف. بلغوا هذا تكليف وعني هذا تشريف، ولو آية تخفيف. المقصود أن لا تبلغ من العلم إلا ما لك به علم صحيح ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كلما زادت مسؤولية طالب العلم كلما عليه أن يستزيد من العلم. فلا يفهم من كلام ابن عثيمين رحمه الله أن يتجرأ على الفتوى أحد أو يتصدر المجالس لشرح الكتب أحد بدعوى بلغوا عني ولو آية. لا، هذا عامة الناس بلغوا عني ولو آية، لكن المفتي مثلا أو القاضية أو الداعي الذي نصب نفسه للدعوة ولقراءة الكتب أو شرح المتون لا بد أن يكون له نصيب زائد من العلم على هؤلاء، لا بد أن يكون له نصيب واستزادة من العلم الشرعي. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله الزاد الثاني. إذن الزاد الأول ما هو؟ لأن الكلام ينسي بعضه بعضا. الزاد الأول هو العلم وهو البصيرة، وقال البصيرة ينبغي أن تكون في 3 أشياء أو 3 أمور: البصيرة في الحكم الشرعي، والبصيرة بحال المدعو، والبصيرة بكيفية الدعوة. نعم. قال الزاد الثاني أن يكون الداعية صابرا على دعوته، صابرا على ما يدعو إليه، صابرا على ما يعترض دعوته،
صابرا على ما يعترضه هو من الأذى. عليه أن يصبر في كل هذه الأحوال، لأن الدعوة إلى الله جل وعلا دعوة إلى ما يحبه الله ويرضاه، ودعوة إلى ما يسخط الشيطان ويأباه. والشيطان يكره الدعوة ويكره الدعاء، وتغيظه دعوة الناس إلى الحق، لأنه يدعو للمنكر، يدعو للفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر، فهو لا يريد سماع الحق، وبالتالي يسعى للإضرار بالدعاة إلى الله وبتشويه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعترض الدعاة إلى الله أذى، وكلما اشتد الداعية إلى الله جل وعلا في بيان الحق ونصرة الحق والتحذير من الباطل، كلما اشتد الأذى عليه. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ولكم الأسوة الحسنة في أنبياء الله ورسله، أوذوا بعضهم قتل، وكم من نبي قتل معه ربيون كثير. أنبياء قتلوا، وكما سيأتي من كلام ابن القيم رحمه الله، نشر بالمنشار زكريا وذبح يحيى عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام أوذي أشد الأذى، وهو في فناء الكعبة يضع نسل الجزور على ظهره الشريف. وفي غزوة أحد كسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام. إذا لا بد أن تعترضك مصاعب وأذى من الخلق، فعليك أن تكون صابرا في دعوتك. يقول ابن عثيمين رحمه الله: أن يكون صابرا على الدعوة، أي مثابرا عليها لا يقطعها ولا يمل. أن يكون صابرا على الدعوة مهما وقع له في سبيل هذا الطريق من أذى، وهذا علامة على الإخلاص وعلامة على الصدق. لأن من كان يدعو لنفسه ومن كان يدعو لتكثير الناس وتجميعهم حوله، إذا انصرف عنه الناس انصرف عن الدعوة. إذا لم يجد مدخولا من الدعوة أو عوضا ماديا أو دنيويا انصرف عن الدعوة. فلا بد أن تكون صابرا على دعوتك، مثابرا عليها، وإن قل الأتباع وإن قل المستجيبون، وإن لم يكن لك فيها مصلحة دنيوية. وهذا من علامات الإخلاص والصدق، أن تبقى مثابرا على دعوتك حتى الممات. نبينا عليه الصلاة والسلام هو في آخر عمره على فراش المرض ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما سكت عن الدعوة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سياق الموت بعد أن ضربه أبو لؤلؤ المجوسي هذا لعنه الله، والدم يسيل منه، ومع هذا رأى رجلا يدخل عليه مسبل الإزار، فقال له: اتق الله وارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هل سكت عن بين الحق والدعوة؟ ما سكت، وهو مضروب يعني في سياق الموت ويعلم أنه راحل، ومع هذا ما سكت عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: بل يكون مستمرا في دعوته إلى الله بقدر المستطاع، وفي المجالات التي تكون الدعوة فيها أنفع وأولى وأبلغ. وهذا أيضا من الحكمة، أن يتخير الداعية أحسن الأساليب وأنفع الأوقات وأفضل الأحوال لتكون الدعوة أبلغ وأعظم نفعا. وليصبر على الدعوة ولا يمل، فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحسر وترك. بعضهم إذا رأى مجلسه يفرغ من الناس ويفرغ من الطلبة ربما يتركه أيضا الدعوة وينصرف عنها. لا تنصرف. من جميل ما مر بي من كلام للشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، أنه كان في مجلس علم للشيخ محمد أمان الجامي، وما في المجلس إلا هو، ومع هذا يتكلم الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وكأن المسجد ممتلئ بالناس. وهذا هو الإخلاص والصبر على الدعوة. لا يهمك كثر الأتباع أم نقصوا. طبعا هذا يحز في النفوس أن الدعوة لم تلقى مثلا قبولا أو استجابة، لكن هذا لا يدفعك لترك الدعوة أو الاستحصار عن دعوة الناس. قال: ولكن إذا كان مثابرا على دعوته فإنه ينال أجر الصابرين من وجه، وتكون له العاقبة من وجه آخر.
واستمع إلى قول الله عز وجل مخاطبا نبيه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثم قال: ولا بد أن يكون الإنسان صابرا على ما يعترض دعوته من معارضات ومجادلات، لأن كل إنسان يقوم داعيا إلى الله عز وجل لا بد أن يعارض. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تبارك وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال أيضا سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لا بد أن تسمع الأذى من المعارضين. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما فجأه الوحي وهو يتعبد لله جل وعلا بغار حراء، ورجع إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وقال: زملوني زملوني دثروني دثروني. فقالت له خديجة مطمئنة إياه ومثبتة له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالشاهد أخذته إلى ورقة بن عم الله، ورقة بن نوفل، وكان له علم من الكتاب السابق. فلما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له بغار حراء قال ورقة: هذا الناموس، أي جبريل عليه الصلاة والسلام الذي كان يأتي بالوحي للأنبياء من قبله، هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا، أي فتى جلدا قويا، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. شو سبحان الله، لما علم من الكتاب السابق من أحوال الأنبياء والرسل وأنهم يؤذون في سبيل هذه الدعوة، لما علم أن هذا الوحي هو الذي بعثه الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي، وفي رواية إلا عودي. والحديث رواه البخاري، راجعه في كتاب بدء الوحي. لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي وعودي. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ أن كل من كان على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سيناله ما ينال النبي عليه الصلاة والسلام، ما نال النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى ومن الضرر. فلا بد أن يعاد هذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عثيمين رحمه الله: فكل دعوة حقة لا بد أن يقوم لها معارض. كل دعوة حقة، وضعوا أسطرا إن شئتم تحتها أو فوقها. كل دعوة حقة لا بد أن يقوم لها معارض، لأن الدعوة الحقة المبنية على الكتاب والسنة يعاندها أهل الشهوات وأهل الشبهات. فأهل الشهوات لا يريدون ترك شهواتهم فيعادون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بتركها. وأهل الشبهات وأهل الأهواء الذين يتعصبون لطرائقهم ولفرقهم ولمشايخهم بالباطل أيضا يبغضون هذا الداعية إلى الله جل وعلا، لأنه يظهر عوارهم ويكشف باطلهم فيعادونه ويجتهدون في الإضرار به. ولهذا من الكلام البديع للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله أنه قال في بعض دروسه: وإذا رأيت الداعية يحبه الجميع على اختلاف مناهجهم وطرائقهم فاعلم أنه مداهن. فاعلم أنه مداهن. ولهذا ترون بعض هؤلاء الذين يسلكون هذا الطريق لا يحذرون من باطل ولا يردون على مبطل، بل دعوتهم هكذا فضفاضة لم تبنى على كتاب وسنة
ومنهج صحيح كما كان سلفنا الصالح، ترى الناس يجتمعون حوله، وترى متابعيهم في قنواتهم بالآلاف. هذا تجميع على باطل، وهذا تكفير على باطل. فهذا الداعية نفسه إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وبين الحق كما هي طريقة السلف، لانفض كثير من الناس حوله، ولم يبق معه إلا الصادقون، ولذلك قال محمد أمل الجامي رحمه الله: الداعية الذي يجتمع عليه الجميع أو يحبه الجميع على اختلاف مناهجهم وطرائقهم فاعلم أنه مداهن، نسأل الله السلامة والعافية. قال: لا بد أن يقوم لها ممانع. للدعوة الحقة يقول ابن عثيمين: لا بد أن يقوم لها ممانع ومجادل فيها ومشكك، ولكن يجب على الداعية أن يصبر على ما يعترض دعوته، حتى لو وصفت تلك الدعوة بأنها خطأ أو أنها باطل، وهو يدرك أنها مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليصبر على ذلك. إذا ستوصف بأنك مدخلي أو ربيعي أو وهابي أو متشدد أو متعنف، ولعلهم يقولون عنك إرهابي، فلا تلتفت لكل هذا القيل والقال وهذا الباطل، واثبت على دينك واثبت على منهجك وعلى دعوتك. يقول ابن عثيمين دائما: ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يصر على ما يقول وما يدعو إليه وإن تبين له الحق، فإن الذي يصر على ما يدعو إليه وإن تبين له الحق يشبه من قال الله فيهم: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والمجادلة في الحق بعدما تبين صفة مذمومة، وقد قال الله في من اتصف بها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما يعترض دعوتك أيها الداعية إن كان حقا فالواجب عليك الرجوع إليه، وإن كان باطلا فلا يثني عزمك عن المضي قدما في دعوتك. يعني على الداعية أن ينظر في هذا الكلام الذي يقال فيه وهذا الطعن الذي ينشر حوله، إن كان باطلا فلا يلتفت إليه وليستمر على دعوته، وإن كان هذا المعترض اعترض بحق فعليه أن يرجع للحق، وإن جاءه هذا الاعتراض من مبطل، وهذا علامة الصدق وعلامة الإخلاص. فالرجوع إلى الحق منقبة، منقبة. ومن أسباب الضلال والعياذ بالله الحرص على الباطل وإن تبين الحق بعد نصح الناصحين، هذا من أسباب الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول ابن عثيمين رحمه الله: وكذلك لا بد أن يكون الداعية صابرا على ما يعترضه هو من الأذى، لأن الداعية لا بد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل، وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وأوذوا بالفعل. اقرأ قول الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذا أيضا من أنواع الصبر، من أنواع صبر الداعية على دعوته، أن يكون صابرا على ما يعترضه هو من الأذى. فالداعي إلى الله لا بد أن يؤذى بالقول بسب أو شتم أو طعن ونحو ذلك مما يكون من الأذى، أو يؤذى بالفعل، فقد يضرب وقد يقتل كما وقع للأنبياء والرسل. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وأختم بهذه الآيات، في وجوب الصبر على أذى الخلق: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال جل وعلا: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الليل إنه أواب. وقال تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال جل وعلا مخبرا عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال جل وعلا: واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. إذا لا بد من الصبر على ما يعترض الداعية إلى الله جل وعلا من الأذى بقول
أو فعل، ونتم بإذن الله جل وعلا القراءة والتعليق على هذه الرسالة الطيبة النافعة بعد صلاة المغرب. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.